اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب ان شاء الله. النهارده حبايبي هنعمل ايه؟ يعني الغدا بتاعنا كان ان شاء الله يعني ايه، كفتة كده. يعني هو نغير شوية كده. ده نص كيلو من الكفتة يا حبايب قلبي، وفي الدهنة بتاعته يعني مفرومة عليه دهنة وكل حاجة، مش ناقصه حاجة يعني. قلنا بقى نغير شوية كده. الواحد كل يوم يصحى طبعا زي ما انتوا عارفين يا حبايبي، يعني يصحى من النوم مش عارف يعمل اكل ايه. بالله عليكم حبايب قلبي ما تنسونيش بالله كل اشتراك، يعني كل اللي يتفرج ان شاء الله على الفيديو يعجبه ان شاء الله يا حبايب قلبي كده ايه، تعملوا لنا اشتراك، ربنا يكبر بخاطركم جميعا يا رب ان شاء الله. تنسوش بالله عليكم حبايبي يعني اللايك عشان ايه الفيديو يعلى شويه وكده، واشتركوا يا حبايب قلبي، يعني دوسوا كده على الزرار كده، يعني دوسه واحده بس كده. ربنا ايه يرضيكم يا رب ان شاء الله، ويكبر بخاطركم يا رب ان شاء الله. انا بجيب حوا بصراحة حبايبي، أنا بجيب المكرونة. لو جبت المكرونة السايبة مش بتبقى حلوة لما بسلقها يعني وكده بالقوطة يعني. المكرونة الأكياس هي اللي بتبقى حلوة بصراحة. المكرونة السايبة بجيبها لو هعمل مثلا مكرونة كده محمرة، لو هعمل مكرونة بشاميل بس. لكن المكرونة التانية زي ما انتوا عارفين بتتكسر وبتعجن ومش مش بتبقى حلوة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، طبعا عملنا البصلة والقوطة اللي انتوا يعني المكرونة اللي انتوا عارفينها طبعا. في ناس بتحط لها تومة، يعني توم. انا ما الحمد لله يعني ما, ما بحبش التوم. كلنا في مرة حطيتها ما حدش عارف ياكلها بصراحة في المكرونة، مع ان انا يعني انا باكل اي حاجة بصراحة، لو فيها توم او ما فيهاش توم باكل يعني. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. حطيت حبة زيت كده صغيرين، وهنحط شوية ملح وهنسلق المكرونة بس كده. نعمل ايه تاني؟ معلش يا حبايبي، حبيبة شوفي حد بيخبط. معلش يا حبايب قلبي، الباب بيخبط. بصي شوفي مين، ما تفتحيش بس شوفي مين يعني. معلش يا حبايب قلبي. حطينا القوطة، هو شفشة واحد بس، ما عشان كيسين برضو ايه، المكرونة ما بقاش فيها بركة اصلا. الكيس كان زمان بيبقى فيه، دلوقتي بقى 750 جرام قل، متهيألي والله الكيس قل يعني. ربنا يا رب يرحمنا برحمته في الأيام الصعبة دي، ربنا يهونها علينا وعليكم يا حبايب قلبي إن شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين يا حبيبي، شهر رجب خلاص على الأبواب، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب إن شاء الله. جاي لنا بقى شعبان وبعد كده رمضان، ربنا يا رب كده يهدي حالنا وحالكم يا رب إن شاء الله، ويعدي علينا وعليكم بخير يا رب. شوف بقى المصاريف بتاعته والأكل والحاجات بقى اللي بتتجاب يعني. والله أنا دايما كانت والدتي تقول لي رمضان مش بالأكل، رمضان والله ما انها كانت ست يعني ربنا يديها الصحة، هي تعبانة طبعا ما بتتحركش من السرير، بس كانت ست جاهلة يعني يعني مش متعلمة يعني ولا أي حاجة، بس كانت فاهمة يعني الحمد لله. بصوا هنا يا حبايب قلبي، دي بطاطساية. أنا جبت نص كيلو وعملت بطاطساية كبيرة، بشرتها أول حاجة بالمبشرة، وبعد كده إيه قلت حطيتها فين هي واللحمة، حطيتهم في الكبة، ضربتهم كويس. وعملت معاهم ايه كمان البصلة برضو ايه بشرتها بالمبشرة، وعصرت المية اللي فيها. انا بشاور لكم بقول لك انا عملتها في الكبة اهي. لا اله الا الله محمد رسول الله. فلازم تبقى ناعمة وتصفيها. اول ما بشرتها الاول صفيتها اهي، دي مية البطاطساية بصراحة تبقى تدي كمية حلوة يعني كده، مش قليلة. ده عشان هو نص كيلو بس، فبطاطساية كبيرة بشرتها وعصرتها. بعد ما عصرتها حطيتها ايه في الكبة. ودي البصلة، وعصرت المية برضو ايه، طلعت المية بتاعت البصل عشان هنصبع بيها. ماشي يا حبايبي، كله هيتحط على بعض اهو. وبعد كده هضربهم فين في الكبة مع بعضيهم. هتدي عشان ايه يعني تعمل مع بعضيها كده يا حبايبي، تبقى كويسة مع بعضيها، تتعجن كويس في الكبة. حطينا طبعا ملح وفلفل، ودي بابريكا. ماشي، ملح وفلفل وبابريكا، ومعلقة قولوا معايا من البيكنج باودر. وهنا معلقتين دقيق ومعلقتين نشا.
النشا ده بيمسك صباع الكفتة، ما بيعملش منك يعني، يبقى ايه، بيبقى ماسك نفسه صباع الكفتة. ماشي. وهنحط برضو ايه، دي حزمة واحدة بس من الخضرة. الحزمة دلوقتي بقت كبيرة شوية زي ما انتوا عارفين، الخضرة يعني ايه. اعجنهم، بعد ما اعجنهم اروح حطاهم فين، في الكبة. يعني ما عجنتهمش، بوريكم تاني، بقول لكم بصوا دي مية البطاطساية، عشان لو المية حطيتوها، لو البطاطساية قصدي ما اتعصرتش، هتخلي العجينة سايبة قوي وهتفك منك. ومعلقتين الدقيق ومعلقتين النشا هيمسكوها كويس. لا اله الا الله محمد رسول الله. والتوابل بتاعتك بقى، عايز تحطي فلفل، عايز تحطي حاجات. اهو بصي يا حبايب قلبي، انا ضربتها في الكبة بس ما ضربتهاش كتير، يا دوبك ضربتين كده. شايفين؟ بصوا بصوا، بصراحة جميلة يعني والله العظيم. جربوا حطوا النشا والدقيق. وعلى فكرة حطيت انا بس ما صورتش الحتة دي، حطيت نص، حوالي يعني نص المج بقسماط، لقيتها سايحة شوية برضو، فقلت برضو يعني ما شاء الله زودت الكمية معايا، يعني نص كوباية بقسماط مش حاجة يعني. حطيتها برضو معاهم زي ما انتوا شايفين، ضربتها في الخلاط. بطاطساية حلوة كبيرة، بقول بطاطساية يعني ايه حلوة كبيرة. بص نص كيلو بقى يعني عمل قد ايه، عامل ايه صراحة يعني. ما هو نص كيلو بقى يعني، عايزين نزوده شوية بصراحة يعني. وطعمها حلو والله يعني، طعمها جميل يعني، فيها لحمة يعني، بتاكلي لحمة. هي بطاطساية على بال ما عصرتيها وبتاع بقت حاجة بسيطة. وحطيت في ناس بتزود بطاطس كتير، لو عايزة تزودي زودي، بس أهم حاجة تبقى معصورة من المية بتاعتها. وبقى المسن بتاعي ده وهصبحها إن شاء الله يا حبايبي. بالله عليكم اللي وصل لغاية هنا ما تنسوش يا حبايب قلبي لايك واشتراك، الله يبارك لكم يا رب إن شاء الله. بصوا عملت كمية معايا قد ايه، نص كيلو. أنا سبتها شوية، حطيتها في التلاجة شوية علشان برضو ايه البيكنج باودر ايه، المعلقة نفختها شوية. وهنا سبكت القوطة يا حبايبي، وعملت المكرونة خلصتها اهو. قلت اخلي الكفتة ايه في الاخر، عشان هي كده كده ما بتاخدش وقت في الفرن يعني. ويا حبايبي هو اي حاجة الحمد لله يعني، بس يعني لازم طبعا ايه، نص كيلو طبعا دلوقتي مش رخيص، بس طبعا لازم نزوده يعني عشان يزيد، لان لو عملنا نص كيلو زي ما بنشوف الناس التانية وتحط عليها بصلاية واحدة، بصراحة مش هيكفي حد يعني. بصوا ما شاء الله، بصي كمية يعني، كل واحد خد صباعين، صباع اللي خد 3 واللي اخد 2. انا اكلت 2 بس بصراحة، وولادي كادوا كل واحد 3. شايفين ماسكة بنتي بنتي بتقولك والله طعمها حلو جربوها. بصوا بصوا جميلة ازاي، وماسكة نفسها طرية وماسكة نفسها في نفس الوقت. شايفين ازاي طعمها تحفة. بص بتلقط، بصي مش سايباني مش مستنية، بتحب البطاطس هي، بتحب النواشف. وطلعنا جنبيها شوية مخلل. وادي الغدا بتاعنا النهاردة، يا رب إن شاء الله يعجبكم يا حبايب قلبي. ما تنسوش قناة الأمل باللايك والاشتراك، وأملنا في ربنا كبير إن شاء الله، أملي في ربنا كبير إن إيه، حلمي يتحقق إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله يا رب. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر. ألف سلامة حبايب قلبي.